أي عار أن يتزوج المحبوب محبوبته في بادية أحرقت شمسها قلوبا وأنشدت شعرا على جثث العاشقين. قيس وليلى في حواديت الحب، أهلا بكم. يا مجنون مش أنا ليلى، لأن مفيش مجنون لليلى غير قيس بن الملوح. التاريخ حكى قصص حب كتيرة، وواحدة من أشهر قصص العشق في التاريخ العربي، وواحدة من الحكايات اللي فيها لا حب ولا طلشي، حكاية حب قيس وليلى. مجنون ليلى ما كانش مجنون ولا حاجة، لكن من كتر حب قيس لليلى وعشقه وهيامه بيها سموه مجنون ليلى العامرية. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. على بعد 300 كيلومتر جنوب مدينة الرياض في السعودية تقع مدينة ليلى، واللي اتسمت بالاسم ده نسبة إلى ليلى العامرية، لأن ده مكان ما بدأت قصتنا. قيس وليلى من قبيلة بني عامر. قيس أكبر من ليلى ب4 سنين تقريباً. قيس وليلى ولاد عم، ومن صغرهم قريبين من بعض. ليلى اللي كانت واحدة من أجمل النساء في عصرها، معروفة بعيونها الجميلة وجمالها غير العادي وشعرها اللي في لون سواد الليل. أما قيس كان شاعر مبدع معروف بالغزل العفيف. هما كانوا عايشين في العصر الأموي، وليلى كمان كانت شاعرة. قصة حبهم الخرافية اللي عدت حدود العقل وبقى بيتضرب بيها الأمثال بدأت من وهم أطفال، ما بين لعبهم وضحكهم وبين يرعوا المواشي ويدرسوا سوا. عدى الوقت، كبر الحب وجواهم حلم بزواج يجمعهم، وكبروا هما كمان، وما كانش في حساباتهم إن ليلى لما تكبر هيمنعوها من الخروج حسب الأعراف. وهنا الحب والغرام والشوق واللهفة استولوا على قلب قيس. كان نفسه يشوفها أو يسمع صوتها، ولا حتى يلمح خيالها، بس بحكم الأعراف ده كان مستحيل. وساعتها راح قيس لأبوه وقال له إنه عاوز يخطب بنت عمه. كان رد أبوه: ليلى مهرها غالي وإحنا مش قده. بس قيس أقنعه إن عمه أكيد عارف بالحال وإنه أولى ببنت عمه. وفعلا راحوا طلبوها من عمه، اللي طلب مهر تعجيزي أكتر من 50 ناقة حمراء، والناقة الحمراء من أغلى وأندر أنواع النوق، وتوفير عدد كبير منها أمر شبه مستحيل حتى على أغنياء القوم. والشرط كان تعجيزي عشان أبو ليلى ما كانش عاوز يجوزها لقيس، كان عاوز يجوزها لحد أغنى وأكثر نفوذ من قيس. اتقهر قيس، ومن حبه في ليلى ابتدى يكتب فيها الأشعار ويتغنى بيها قدام الناس. وكان عند العرب زمان إن اللي يتعرف بقصة حبهم ما ينفعش يتجوزوا، لأن ده عار وفضيحة. ودي عادة عربية جاهلية ولسه موجودة في بعض القرى العربية لحد دلوقتي. وده اللي خلى أبو ليلى يجوزها بسرعة لرجل من ثقيف اسمه ورد بن محمد العقيلي. ورغم إنه ما دفعش مهر ليلى كامل، إلا إنه اتجوز ليلى وأخدها بعيد، خدها لمدينة الطائف. لما عرف قيس اتحرق قلبه واعتزل الناس وسكن الجبال، راح يتغنى بحبه ليلى. عاش في الصحراء، يمكن تكون أحن عليه من البشر وظلمهم. وفي كل بيت شعر كان قيس بيعبر عن شوقه وألمه وعن معاناته من فراق ليلى. ألست وعدتني يا قلب إني إذ ما تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. وعاشت ليلى، عاشت في قصر جوزها الألم والحزن والغربة والوحدة. وبيتحكي إن أبو قيس أخده للحج عشان يدعي ربنا يشفيه من حبه الليلة. وقدام الكعبة سجد قيس وقال: أيها الرحمن الرحيم ملك العشاق، يا من يمنح الحب، أطلب منك شيئا واحدا فقط، عزز حبي حتى لو هلكت يبقى حبي وحبيبتي على قيد الحياة. وساعتها عرف أبوه إن مفيش حاجة ممكن تنقذ اللي غرق في الحب لشوشته. وعدت السنين سنة ورا سنة، وقيس هايم على وجهه في الجبال، وليلى صحتها بتتدهور. وفجأة ماتت ليلى، ووصل الخبر لمجنونها اللي وقع من طوله لما سمع الخبر وغاب عن الوعي
كذا يوم، ولما فاق جري على قبرها، جري يعبر لها عن حبه اللي لسه جواه، وعن حزنه إنها مش معاه، وعن عمره اللي فات من غيرها. وبعد فترة لقوه ميت بين الأحجار جنب قبرها، فدفنوه جنبها. وبرغم حلاوة البدايات وبراءة الحب والغزل العفيف، إلا إن النهاية حزينة جدا. قصة عشق أجمل النساء ليلى في عيون محبوبها قيس بعد ما ألهمته أشعاره الطويلة، الأشعار اللي تميزت بعمق المشاعر وصدق التعبير، وفضلت كميراث ينقل مشاعر الحب والهيام. كانت ليلى هي نجمة قيس البعيدة اللي بيحلم يوصل لها، وكان قيس في عيون ليلى هو القمر اللي ما قدرتش تلمسه طول حياتها. حدوتة حب قيس وليلى حدوتة حقيقية حكاها الشعب العربي الفارسي، وكتبها في قصيدة نظامي الكونجي، وهو واحد من أعظم شعراء الحب والرومانسية في الأدب الفارسي. قصة قيس وليلى مش مجرد حدوتة حب قديمة، لكن هي قصة إنسانية عميقة بتعبر عن الصراع بين مشاعر الحب الصادقة وبين المعايير الاجتماعية اللي بتقف عائق قدام قصص الحب. قصتهم ألهمت ثقافات أخرى، يقال إنها ألهمت ويليام شكسبير في روايته الشهيرة روميو وجولييت. الحب رغم قسوته أحياناً هيفضل من أسمى المشاعر الإنسانية اللي ممكن يعيشها الإنسان. صحيح لم يجتمع العاشقان أبداً، إلا إنهم بقوا رمز من رموز الحب في العالم كله. قصة حب تجاوزت حدود الزمان والمكان. تفتكروا لو كان قيس اتجوز ليلى كان حصل إيه؟